هي مصر دولة عربية؟ في الحقيقة طول عمرنا بنقول إن مصر دولة عربية، بس عمرك وقفت وسألت نفسك هو احنا عرب أصلا؟ العرب جم مصر سنة 641 ميلاديا، ومصر كانت حضارة 7000 سنة، يعني صباح الفل. المصريين زمان كانوا بيتكلموا اللغة الهيروغليفية، وبعد كده اتطورت 3 مرات للغة الهيراتيقية، بعد كده الديموتيقية، بعد كده اللغة القبطية. وفي كلمات قبطية بنستخدمها في عاميتنا المصرية لحد النهاردة وما نعرفش إن أصلها قبطي، زي مثلا لما تروح عند بقال تشتري حاجة ويقول لك مفيش. مفيش دي كلمة قبطية، بس بالقبط اسمها مافيش. وعندك مثلا الطماطم احنا بنقول عليها قوطة، قوطة ديت باللغة القبطية اسمها قوطاه، دي برضه من أصل قبطي. ولما تيجي تخد عيل صغير أو مثلا واحد صاحبك تقف له مثلا ورا الحيطة وتخده تقول له إيه؟ بخ. بخ دي بالقبطي يعني عفريت. وعندك كلمة فوطة دي بالقبطي فوتي. وعندك كلمة لمبة أصلها بالقبطي لمباس. حتى لو جيت قلت لحد عربي هات الفوطة من عندك مش هيفهمك، لأن فوطة أصلها قبطي. حتى أنت كمصري لما بتيجي تفتخر بحاجة في بلدك بتفتخر بالأهرامات وبالمعابد وباللغة الهيروغليفية وبحجر رشيد، فاحنا مش هنسيب أعظم حضارة في التاريخ وننسب نفسنا للعرب. حتى مصر دي كلمة قبطية، والأقباط يعني المصريين. فمن الجهل إن احنا نتجاهل الحضارة الفرعونية وننسب نفسنا ونقول إن مصر دولة عربية. طبعا العرب ليهم احترامهم الكامل، بس هم ليهم عاداتهم وثقافتهم الخاصه بيهم اللي بيفتخروا بيها، واحنا لينا عاداتنا وثقافتنا الخاصه بينا اللي بنفتخر بيها. انا مصر قبطي بيتكلم باللغه العربيه. يعني مثلا عندك امريكا ما هي بتتكلم باللغه الانجليزيه، بس اسمها الولايات المتحده الامريكيه مش الولايات المتحده الانجليزيه، بس هو بنفس المنطق. مصر دوله قبطيه بتتكلم باللغه العربيه. وعلى فكره احنا عاملين فيديو كامل عن الموضوع دوت على اليوتيوب، انصحكم تسمعوا الفيديو هتستفادوا منه كتير. وما تنساش يا غالي اللايك والاشتراك، ويلا سلام.